أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي. النهاردة مشروعنا هدفه تقديم حلول للمشكلات البيئية وبيساعد على تحسين البيئة من منظور اقتصادي واجتماعي، وكمان بيضمن تحقيق التنمية المستدامة. في عام 2022 تم افتتاح أول محطة لإنتاج الوقود الحيوي بمحافظة قنا، والمقامة على مساحة 800 متر مربع بإجمالي استثمارات 7,700,000 جنيه. إنتاج البيوجاز بيعتمد على التخمر اللاهوائي لمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية بطريقة آمنة صحيا لحماية البيئة، بالإضافة لإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر اللي بتحسن خواص التربة لدعم المجتمعات الريفية. كما إن البيوجاز هيتم استخدامه لتوليد الكهرباء، وممكن يستخدم كبديل للغاز الطبيعي أو السولار للتدفئة في مزارع الدواجن والأفران. إنشاء المشروع بيتماشى مع رؤية مصر العام 2030 اللي بتهدف للتنوع والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، واللي بيساهم في الحفاظ على الثروات القومية والبيئة. واستنونا في مشروعات قومية جديدة.